فوقاش طعن بالزول الفرعي حينما يتم الادلاء بوثيقه اثناء التحقيق او المحاكمه. هذه كانت اصلا في الملف فلا يجوز. شويه شويه قال لك لا، هي في الصراحه راه شهاده المجامله هي ماشي مزوره. بغيت تفهموا مع راسكم واش مزوره ولا شهاده المجامله. قلت لها كيفاش دابا فيها 30 يوم؟ مزيان، هذا سؤال مهم. هذا يقتضي اولا قراءه الشهاده وتمييز بين التعابير والدقيق في الكلمات. الشهاده الطبيه ها هي هنا، شنو فيها؟ ها هي باش تصوروها. هذه الشهاده الطبيه. المضمون ديالها انا نعطيك المضمون ديالها. اولا السيد القائد حينما تعرض الاهانه والعنف من طرفهم والعصيان نقل على الفور الى المسحه. ديك الليله وبقى تما، داروا السيروم، داروا الفحوص، بان لهم السيد شوكي مريض مصدوم. في اليوم الموالي مشى للمستشفى عمومي ماشي خصوصي باش ما يقولوش شي حاجه. قال لا هو في تمار. هاي مشى عمومي، هاي ديليغاسيون دو رابا، رابا صالي كاين يتردد. هانت ديليغاسيون دو رابا، مستشفى الامير ولا عائشه. مشى عند شكون؟ طبيبه مختصه في الشواهد الطبيه في الطب الشرعي. هاهي سيرتيفيكا ميديكو ليغال الطب الشرعي. اش كتقول هاد الطبيبه؟ تروماتيزم فاسيال، صدمه على الوجه، في واحد الحمرار تاع الضرب على الوجه، باسيون ديبريمي، مكتئب، شوكي، مصدوم du fait que il était agressé par une femme devant le public. هذه اهانه حتى للرجوله والكرامه. باش مرا تضرب راجل ويتحمل الضرب وما يديرش رد الفعل، اظن حتى واحد فينا ما يقد يديرها بما فيها انتم كاملين وانا معكم. الشابه قالت ان ما عرفتش القايد لان لا بلاتي نكمل لك الشهاده الطبيه ونقول لك. انا جاوبك على هذا السؤال. الشهاده الطبيه فيها ها انت باسيون ريفو دو ريجواندر، ما بغاش يولي يخدم سون بوست. عطاتو 30 يوم راحه ماشي عز. راحه بيان سور. فرق بين لانكاباسيتي وبين الراحه. ممكن انسان يتهرس يقول خصو 10 ايام، ممكن انسان مصدوم نفسيا خصو شهر راحه ولا شهرين، لان عندهم صدمه نفسيه ما كتعجل دقيقه، مازال الجلد يلتئم والجرح وكذا يبرى. صدمه نفسيه شوكي تروماتيزي. علاش؟ لان نضرب، والضربه